إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهم يقولون أن معنى هذه الآية، يعني المشهور يقول أن معنى هذه الآية أن الله قد أنزل القرآن وحفظه من التحريف. هيك مختصر مفيد هذا، أن معنى الذكر ليس هو القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر مو يعني نزلنا القرآن، مو بالضرورة الذي نفهمه من الذكر. المراد به الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، فهو الحافظ لذكر الله تعالى، والذي ملأ الأرض عدلا وذكرا، الذي يرجع ذكر الله، فهو المثال الأفضل للذكر وأهل الذكر بالخصوص في زماننا هذا أو في زمان الظهور إن جاز التعبير. كذلك القرآن الكريم حرف في زمان قبل 500 سنة وإلى الآن هو محرف، لكنه بعدين بالمستقبل شنو يكون؟ يصحح ويظهر الحقيقي من القرآن على هيئته الصحيحة بآياته الصحيحة الكاملة غير الناقصة وغير المضاف عليها. انتهى. فحفظه في نهاية المطاف وليس حفظه الآن. وإظهار الحق بعد تحريفه كحفظ المعصوم بغيبة الإمام المهدي وظهوره مستقبلا.